في ليل ساكن وتحت ستار الظلام اجتمع كبار قريش في دار الندوة واتخذوا قراراً خطيراً قتل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل يطفئون نور الله؟ وهل يوقفون دعوة الحق؟ من هنا تبدأ أعظم رحلة في التاريخ، ليست كأي رحيل، إنها الهجرة النبوية. رحلة محفوفة بالمخاطر، مشحونة بالإيمان، مليئة بالعبر والمعجزات. في مكة حيث ولد النور اشتدت المحنة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعرضوا للأذى والاضطهاد، ولم يجد الإسلام أرضاً تحتضنه وتسمح له بالنمو. وفي الوقت نفسه كان في يثرب المدينة المنورة رجال ونساء يبحثون عن الحق، فآمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبايعوه في بيعة العقبة الكبرى ووعدوه بالحماية والنصرة. وجاء الأمر الإلهي بالهجرة. أمر الله نبيه بالهجرة، فكانت لحظة مفصلية. لم يكن القرار سهلاً. مكة كانت موطنه، لكنها أصبحت سجناً كبيرا. وفي ليلة حالكة اجتمع الكفار على باب بيته يحملون سيوف الغدر ينتظرون خروجه ليقتلوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه وقرأ قول الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الرحلة تبدأ. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى غار ثور، مكث فيه 3 أيام. كانت لحظات خوف وتوكل، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار. بحث المشركون عنهما في كل مكان حتى وصلوا باب الغار. خاف أبو بكر وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكامل الثقة: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خرج النبي وصاحبه من الغار، وبدأت الرحلة الطويلة عبر الصحراء حيث الشمس الحارقة والطرقات الوعرة، ولكن الإيمان كان دليلهما. وفي الطريق حاول سراقة بن مالك اللحاق بهما، لكنه كلما اقترب غاصت قدما فرسه في الرمال، فعلم أن هناك حماية إلهية ترافق. وأخيرا وصل النبي إلى مشارف المدينة. كان الناس ينتظرونه بفارغ الصبر، يخرجون كل يوم إلى الطريق يتمنون رؤيته. وفي يوم الاثنين أشرق النور، ودخل النبي المدينة، وهتف الأطفال والنساء: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، ساطع بين البرايا، يملأ الدنيا حنين. جاءنا خير البرايا، ركبة الهادي الأمين. مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا من أتى بالحق للدنيا مبين. دخل المدينة لا كلاجئ بل كقائد، كرحمة مهداة. وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الإسلام في أرض آمنة، حيث بني المسجد وأقيمت الدولة وانطلقت الرسالة إلى العالم. العبرة من القصة: الهجرة لم تكن هروباً، بل كانت بداية جديدة، تأسيساً لدولة العدالة والرحمة، ونقطة تحول في التاريخ الإنساني. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو مع من تحبون.